بنستخدم مزيل العرق وبيعمل ريحه مش كويسه ومش عارفه ايه السبب، يبقى انت اكيد بتعملي 3 حاجات من اللي انا هقولك عليهم. اول حاجه يبقى انت ما بتاخديش شاور الاول قبل ما بتستخدمي مزيل العرق، لازم تاخدي شاور الاول وتغسلي جسمك كويس وتنضفيه من الاتربه والعرق والريحه اللي موجوده قبل كده، وبعد كده نستخدم مزيل العرق. تاني حاجه مهمه جدا، لو بتستخدمي برضو مزيل العرق والمكان رطب خصوصا في منطقه الاندر ارم، لازم تجيبي مناديل او فوطه تكون قطن وتنشفي المكان ده كويس قوي قوي وتتاكدي ان هو ما فيهوش اي ميه. ثواني، روحي ايه، نشفي المكان كويس قوي قوي قوي، وبعد كده استخدمي عليه مزيل العرق على منطقه جافه جدا، هتلاقي النتيجه بتاعته حلوه معاكي جدا. تالت حاجه ممكن تكوني بتعمليها غلط وانت ما انتش واخده بالك، انك تستخدمي مزيل العرق وما تدلكيش الماده اللي انت حطيتيها دي وتدخليها جوه الجلد. الموضوع بيعمل زي ميه كده، فالموضوع بيسبب بكتيريا وبيسبب روايح مش كويسه مع العرق خصوصا في الحر يعني. فلما نيجي نستخدم طريقه استخدام مزيل العرق يا بنات، ان احنا بنستخدم كده كميه بسيطه، وبعد كده بنبدا ان احنا نمشي ايدينا عليها كده، نعمل زي تدليك بسيط قوي لحد ما الجلد يمتص المزيل العرق، واتاكد ان هو بقى المكان جاف جدا جدا علشان ما يسببلكيش روايح مش حلوه. احنا حاطين مزيل العرق علشان تكون ريحتنا حلوه وعلشان تكون مفيش روايح مش لطيفه. تالت حاجه يا بنات، اوعك تجددي مزيل العرق وانتي عرقانه، ده الريحه هتبقى وحشه اكتر ما انتي ما تكونيش حطيتي مزيل عرق اصلا. فلا، لازم كل يوم على الاقل مره الصبح ومره بالليل قبل ما نستخدم مزيل العرق ان احنا ناخد شاور وننضف جسمنا كويس جدا، وبعد كده نستخدم مزيل العرق، وهيديكي نتيجه حلوه جدا وهتحسي بجد ان انتي ما فيش اي روايح ممكن تضايقك. معلومه مهمه جدا، ان العرق نفسه يا بنات ما بيبقاش ليه ريحه، الفكره كلها ان البكتيريا والاتربه والجراثيم اللي بتبقى موجوده على جلدنا الخارجي هو اللي بيسبب ريحه، لكن الميه اللي طالعه من الجسم نفسها ما بيبقاش ليها روايح خالص. علشان كده دايما باكد عليكم ان انتوا لازم تهتموا بنظافه الجسم كويس جدا. ومن الحاجات المهمه جدا، على الاقل مره كل اسبوع ان احنا نستخدم مقشر لجسمنا ويكون حبيبات كده علشان يشيل كل البكتيريا وكل الجلد الميت اللي موجوده على سطح الجلد والروايح اللي ما بتكونش لطيفه خصوصا مع احتكاك اللبس اللي بيسبب لنا روايح مش حلوه. هي المقشر كده يكون حبيبات يا بنات علشان يشيل الطبقه اللي بتبقى على الجلد من فوق دي اللي بتسبب روايح مش كويسه، مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع في الصيف علشان يشيل كل الروايح اللي ما بتكونش لطيفه على جسمنا ويزيل خلايا الجلد الميته اللي ممكن تسبب روايح مش حلوه. بس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. وطبعا لو في حد عنده اي نصيحه ممكن تفيدنا خصوصا في الصيف والحر، اكتبوها لي تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد من بعض. باي.